مساء الخير، برحب بحضراتكم في هذا اللقاء المتميز والمتفرد. متميز ومتفرد ليقترب قليلا من تميز وتفرد الأستاذ محمود حميدة نجم الدورة 38 لمهرجان الإسكندرية السينمائي. عندما فكرنا في التغيير وفي التفرد والتميز، فكرنا أن يكون اللقاء ليس مجرد ندوة عادية أو لقاء ليتحدث المؤلف عن كتابه أو ليتحدث الأستاذ أو لتتفضلوا بتقديم مداخلاتكم، لكن قررنا أن يكون ماستر كلاس نستمع فيه للأستاذ محمود حميدة الذي كثيرا ما استمتعنا به. الآن مع الأستاذ محمود حميدة. صباح الخير على الجميع، بما فيهم طبعا الأساتذة الكبار وعلى رأسهم الأستاذ محمد عبد العزيز اللي مشرفني. يعني أنا ذكرت فعلا أن أنا تشرفت أن تكريمه صادف الدورة دي اللي هي مسماة باسم الشخص الضعيف. صباح الخير مرة تانية. العادي أو المتبع في هذا المهرجان انه لما بيكون في حد مكرم او في حد معمول عنه كتاب انهم بيعملوا ندوة حوالين الموضوع. يعني مثلا هذه الدورة في كتاب عمله عني الأستاذ السيناريست الكبير عاطف بشاي، فحتى هو سألني قالوا لي إن ما فيش مناقشة، ولا أنت مش عايز مناقشة في الكتاب؟ قلت له أنا مش عايز مناقشة في الكتاب لأن الكتاب موجود، الكتاب أنا قريته، كتاب جميل يعني، كتابك موجود، ولكن أنا بعمل حاجة اسمها ماستر كلاس. قال لي يعني إيه ماستر كلاس؟ قلت له يعني حضرتك ماستر في السيناريو، فإحنا بنطلب منك إن تعمل لنا محاضرة بصفتك ماستر، أو تعمل لنا بروجرام تعليمي قوامه دورتين يعني 2 semesters، أو تعمل لنا برنامج قوامه تعليمي يعني 4 سنوات، بناء على ثقتنا فيك إنك عندك الأداة وعندك الموضوع اللي تقدر تطرح بيه حاجة يستفاد منها. فأنا الآن في موقف إن أنا المفروض بعمل ماستر كلاس. أعمله عن إيه؟ هعمله عن التمثيل. قلت لا، مش هعمله عن التمثيل، لأن التمثيل أو الممثل هو واحد من ضمن أعضاء كثيرين جدا يقودهم شخص اسمه رب العمل اللي هو المخرج. فهتكلم عن صناعة الفيلم كعمل جماعي، ومكاني أنا في وسط هؤلاء الكثيرين جدا اللي لكل منهم فنه الخاص. فأنت إذا أحببت أن تعرف فنا ببساطة بالنسبة للفنون، مثلا النحت، فهتقول والله اللي نحت مثلا تمثال موسى ده فنان كبير، وهتقول اللي رسم الموناليزا ده فنان كبير، وهتقول اللي عمل سيمفونية القدر ده فنان كبير واسمه كده، وتقدر تتعرف عليه هو شخصيا. لكن في الفيلم مش هتعرف تتعرف شخصيا على أفراد هذا الجيش الجرار الذي يصنع اللقطة. فالممثل أو الممثلة اللي احنا بنعجب بيهم أو بنعجب بأدائهم هم الظاهر من جبل الجليد، حتى يمكن أقل منه شوية. ده مفهوم العمل الجماعي عندي. حدث لي هنا في مهرجان الإسكندرية مرة وقعة يعني خلتني أتوقف عندها بالتأمل كثيرا. وبالمناسبة أنا افتكرتها دلوقتي لما اتعرض لقطات من فيلم الباشا بطولة الراحل الكبير أحمد زكي، وأنا كنت في دور ممثل مساعد، دوري في الفيلم كده. فكان عندي واحد من الأصحاب في لجنة التحكيم،
فكان عايز يجاملني، فقال لي على فكرة يا محمود أنا رشحتك ممثل أول مع أحمد زكي. وبصراحة الناس كانوا موافقين، بس في واحد اعترض بشدة. قلت له أولا أنا دوري مش دور أول عشان ترشحني إن أنا أبقى ممثل. قال لا إزاي؟ أنت عامل دور حلو أوي وعجبني أوي. قلت له طيب يا سيدي شكرا. قال لي بس الراجل ده وناقد، وهو ذكر اسمه ناقد كبير، قال انت ازاي بترشحه لجائزة التمثيل وهو في الندوة بتاعت الفيلم قال بعضمة لسانه لما سألوه عملت الشخصية ازاي، قال مش انا اللي عملت الشخصية، ده عملها المخرج والسيناريست والماكير والكوافير بتاع الملابس ومهندس الديكور، يعني مش هو اللي بيمثل. فهو يعني الراجل صاحبي ده عايز يعني بيقول لي هو الراجل قال ايه يعني. فانا قلت له طيب خلاص ومشينا، لكن فضلت باقي عند البيان بتاع الناقد المحترم عن الموضوع، انه الموضوع عنده مش جماعي اصلا، او هو لا يرى ان العمل لابد ان يكون جماعيا بالضروره. يعني من الاساس العمل جماعي، ما فيش عمل فردي، لا يوجد خالص. ولكن حين ناتي بقى على تقسيم الحقوق بتاعه الفنانين الكبار اللي ساهموا في صناعه اللقطه السينمائيه ومن ثم الفيلم باكمله، هنضيع وهنلوص. لان عندنا سيناريست، وعندنا معد ان كان هيبقى موجود عن السيناريست، وعندنا المخرج، وعندنا مدير التصوير، وعندنا مهندس الديكور، وعندنا الممثل. اغلب الظن او هو اللي ماشي انه دائما يرد الفضل، كان في بدايات الصناعه يرد الى الشخص اللي ظاهر قدامي على الشاشه، هو ده الموضوع. وبعدين تطور الوعي بتاع السيد المتفرج ان وراء الموضوع صناع اخرين. مين اهم واحد؟ قالوا له المخرج، فاصبح المخرج نجم بالنسبه للسيد الجمهور. ثم من بعد السيناريو وصناعه السيناريو. وبعدين تقسم الساده المتفرجين او المشاهدين الى درجات في الفرجه. واحد بيخش يتفرج وعينه على السيناريو ماشي ازاي، واحد تاني بيتفرج على تكوين اللقطة او الكومبوزيشن، واحد غيره داخل يتفرج على باليتة الالوان اللي مصنوع منها الفيلم. يعني بقت المشاهدات بتتبني على اسس حتى احنا ما نعرفهاش كمتخصصين في الصناعة. حدث لي مرة على ذكر برضو محمد خان رحمة الله عليه، كنت بعمل معاه فيلم اسمه الغرقانة. كان هذا الفيلم بطولة السيدة نبيلة عبيد والأستاذ الكبير الراحل أحمد توفيق. كنا بنتعشى بعد التصوير كده، قاعدين بنتعشى، فمحمد خان قال له عايز أسألك سؤال يا أستاذ أحمد. قال له اتفضل يا ابني. قال له أنت مخرج كبير. قال له اه. وممثل طبعا. قال له اه. قال له بتمثل ليه؟ قال له يعني ايه بمثل ليه؟ سؤالك غريب قوي. قال لا قصدي اقول لك ايه المتعه اللي انت بتجنيها من وراء التمثيل. فانا اخذت زمام الكلام وقلت لمحمد خان، قلت له انت بتهزر ولا بتتكلم جد؟ عايز تعرف الفرق يعني، وعايز تعرف ايه المتعه اللي بيجنيها الممثل؟ قال لا بتكلم بجد. قلت له طب حضرتك مخرج معاك ادوات كتير قوي
عشان تطلع لك الوحدة اللي في دماغك، أدوات مساعدة. شأنك شأن أي واحد تاني بيصدر خطاب أيا كان نوعه. مثلا الرسم فيه اللوحة والريشة والألوان وذات الرسام. الموسيقي عنده الآلة وعنده النوتة والعازف وذات المؤلف. فكل مصدري الخطاب بتاعهم يقوم على ذات الشخص وأداة خارجة عن ذاته. أما الممثل ذاته وأداته لازقين في بعض، يعني الغلطة عنده بفورة ما بتتصلحش، يعني ما يعرفش يشطب ويكتب حرف تاني في النوتة، مش هيعرف. المتعة بقى اللي أنا ببنيها كممثل، إزاي أفضل محافظ على الخط البياني بتاعي داخل العمل بتاع سيادتك. فاندهش محمد خان من التعبير. وطبعا الأستاذ أحمد يعني أثنى عليا كتير رحمة الله عليه وأنا بشرح الموضوع ده. ثم من بعد ابتديت أفكر أنا بقى الواحد من أفراد العمل، إزاي هيبقى فيه بيني وبين زملائي في العمل كلهم على قدم المساواة من أجل عيون الفيلم. يعني علاقتي بمدير التصوير، وعلاقتي بالكاميرا مان، وعلاقتي بالعامل اللي واقف بيحط اللمبة، وعلاقتي ببتاع الاكسسوار اللي بيوضب الاكسسوارات قدامي، وعلاقتي بمهندس الديكور، وعلاقتي بمنفذي الديكور، وعلاقتي بمهندس الصوت، وعلاقتي بالمساعد اللي ماسك البوم او اللي بيركب لي الميكروفون. كل دي علاقات إنسانية داخل عملية صنع الفيلم مهمة جدا 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 للشاشة. أغلب الناس بتغفل هذا النوع من العلاقات، مؤسس على تراتبية اجتماعية غالبا، يعني كما رأيت. يعني مثلا واحد من الزملاء أو الزميلات تقول لي أنت بتتباسط قوي مع العمال. لا، هو مش تباسط، هو أنا مصدق إن أنا وهو واقفين على أرضية واحدة، يعني ما حدش فينا أعلى من التاني لسبب من الأسباب، إنما نحن متعاونون على صنع الفيلم اللي السيد الجمهور هيشاهده أملا في أن يعجبه الفيلم. طبعا إزاي بعمل العلاقات دي؟ بعملها مع أي كرو أنا بشتغل معاه. أول حاجة بعمل زي شبه لعبة أو أداء معين من شأنه أن يحدث بيني وبين جميع العاملين تواصل. مثال، يعني أخش مثلا أصبح على سيد المخرج ونبوس بعض ومدير التصوير، وبعدين أتجه للوسطى بتاع الكاميرا وأقول له نكتة أو أقول تعليق على أي حاجة، فيجتمع العمال فيسمعوا النكتة فكذا، يعني يصير جو كأننا بنفطر مع بعض مثلا. بعدين هنقوم نشتغل. لما نقوم نشتغل يبقى ما فيش أي أثر للمداعبة ولا للهزار ولا أي حاجة. جاء أوان الجد، جاء أوان صنع اللقطة التي هي أساس الفيلم السينمائي. فأنا خبرتي طبعا تراكمت عبر سنين طويلة، من أول فيلم لغاية آخر فيلم، ولا زلت أتعلم. واللي أنا مش عارفه أروح أسأل المختص، ولو لقيت المختص بيشير لي على مصدر معرفي معين لابد إن أنا أرجع له عشان أقدر أبقى على وعي كامل بجميع وظائف صناع الفيلم. لأن صناع الفيلم كمجموعة هم الفنان الذي أنتج الفيلم على غرار الفنان الذي أنتج اللوحة، ولكننا نعرفه هو شخصيا ولا نعرف هؤلاء الصناع الكبار جدا.
انا كلامي خلص، واللي عايز يسالني اي حاجه متعلقه بالخبره في التعامل مع ادارات الفيلم يتفضل. الحمد لله إن جمعية كتاب والنقاد خصصت دورة متفردة متميزة مختلفة تماما عن باقي الدورات اللي حضرناها. دورة خاصة بصناع الكوميديا وأهداف الكوميديا وتأثيرات الكوميديا. ازداد شرفي في هذه الدورة إني أكرم في دورة تحمل اسم نجم ومنتج ومثقف ومحترم ومتواضع اسمه محمود حميدة. أنا بشكرك جدا. شكرا. شكرا للاستاذ الكبير محمد عبد العزيز. استاذ عاطف. استاذ عاطف بشاي. انطلاقا من الكلام اللي قاله الأستاذ حميدة، يعني أنا أتصور أنه في النهاية خالص الأستاذ محمود حميدة يمثل مؤسسة سينمائية كاملة، لأنه صاحب مشروع فني وثقافي متعدد الجوانب. يعني المقدمة اللي حضرتك قلتها حوالين التخصصات المختلفة التي تشترك في عمل أو صنع الفيلم ومسألة حقيقية تماما أنت نفذتها من خلال مشوار طويل وعميق المحتوى، يشمل أنك أصبحت مؤسسة متكاملة لها علاقة بفروع الإنتاج والتمثيل، فأنت لست ممثل عظيم تقوم بتشخيص أو تجسيد عمل كتبه سيناريست وأخرجه مخرج، وإنما أنت مشارك بشكل كامل في العملية الإنتاجية، وده مشوارك بيقول كده. الأهم في الحقيقة من ده كله أنك صاحب مشروع، بمعنى أن تواجدك كممثل دفعك دفعة عظيمة جدا إلى ثقافة سينمائية واسعة متكاملة، أدت إلى أنك شكلت ما يمكن تسميته بالتيار السينمائي. اهتميت فيه جدا بمساندة جيلين كاملين من الاتجاهات السينمائية للسينمائيين، منهم الجيل محمد خان وخير بشارة، لتقديم سينما جديدة مختلفة، وساندت بكل قواك للجيل الذي يليه الممثل في أسامة فوزي وكامل أبو ذكري وآخرين، لصنع سينما غير السينما السائدة المتعارف عليها. هذا يمثل نتاج ثقافي عظيم. يعني هناك مخرجين عالميين زي مثلا فيليني أو أنطونيوني سلكوا هذا المسلك، إنه المسألة مش مسألة فيلم وإنما مسألة تيار كامل يمثل مدرسة حقيقية. هذا ما لمسته أثناء كتابة الكتاب في مسيرتك الرائعة جدا جدا جدا، التي نشكرك عليها تماما ونبجلها ونحترمها احتراما شديدا. شكرا جزيلا. استاذ علي بدرخان. عايز يقول ايه؟ الراجل جايبه على وشه صباح الخير. معلش انا جاي متاخر. اوعى تقول له حاجه يا علي. اولا احنا عايزين نسمع استاذ محمود. انت جيت متاخر، انا اتكلمت يا علي انت عشان بتصحى اللي انت متأخر. خلصت. اه يعني احنا سعداء يعني ان احنا بنحضر الندوه دي. كان نفسي ان انا احضر.
على العموم انا كنت بتكلم يا علي عن العمل الجماعي في السينما، وايه دور الممثل في التعاون مع الادارات الاخرى عشان يصنع الفيلم، وايه مدى وعيه بوظائف الادارات دي، يعني التصوير، الصوت، الديكور، الموسيقى. كنت بتكلم عن كده. يعني طبعا من منطلق هذا الكلام، يعني ما فيش شخص واحد، يعني المخرج ما هوش مبدع العمل. يعني المخرج ده احد العناصر الابداعيه في العمل، بيتعاون معاه مجموعه من المبدعين، كل واحد مبدع في المجال بتاعه. في واحد مبدع في التصوير، في واحد مبدع في التمثيل، في واحد مبدع في الديكور، واحد مبدع في الموسيقى. يعني شغلته التنسيق ما بين هذه الابداعات عشان نوصل عمل له وجهة نظر للجمهور، يأثر في الجمهور. ماشي. انا بيتهيألي صوتي عالي ولا ايه؟ طيب ماشي، اوكي. انا من وجهة نظر يعني طبعا، والتجربة مع استاذ محمود، المخرج ما شغلتوش ان هو يوجه الممثل. يعني المخرج بيشرح وجهة نظره، الممثل بيقرا السيناريو، بيكون هو وجهة نظر، بيتناقش مع المخرج، بيوصل لرؤية، بيبتدي هو يحققها. طبعا انا من رأيي ان المخرج لازم يعرف الممثل على المستوى الإنساني كشخص، يعني ميوله وتكوينه كده النفسي، وايه الحاجات اللي بتأثر فيه، وايه الحاجات اللي ممكن يستخدمها كمفاتيح للممثل، او يعني يقول له زي ما كذا انت في حياتك في كذا، يعني يشاور له على شكل الإحساس أو كده. لكن ما هوش يوجه له تمثيل يعني. بس فأنا أعتقد إن إحنا التجربة لما أستاذ محمود كانت تجربة ثرية، وأنا سعدت بيها طبعا، لأن اتعرفنا على بعض من خلال الشغل. يعني طبعا أثناء الشغل بس بنتعرف على بعض تدريجيا لغاية لما يبقى في نوع من التفاهم الأوتوماتيك كده، من غير كلام كتير يعني. بس يعني الأستاذ محمود من ميزته في كل الأعمال اللي هو اشتغلها إن هو له الكاركتر وشخصيته، هو الإنسانية بتاعته، هو شخصيته وطبيعته بيمزجها مع الشخصية اللي هو بيعملها، بتطلع شخصية ثالثة. في ممثلين كتير بتتأثر بحاجات زي، يعني ممكن يتأثر بالمخرج، ممكن يتأثر عايز يقلد ممثل تاني. أستاذ محمود له متفرد يعني في الحكاية دي، عنده ذاتية بتاع شخصيته الذاتية ووعيه ودراسته. هو مجتهد جدا وبيدرس، يعني دارس تمثيل واخد كورسات تمثيل. يا عم سيبني في حالي يا عم. بس فيعني انا سعيد ان انا احضر النهارده الندوه. ماشي. هات لي كرسي، هات لي كرسي. استاذه منار حسني. أستاذ محمود، حضرتك تعرضت لجميع المهن من العامل لغاية المخرج، وأغفلت المونتاج. لا ده سهو فقط يعني. لا، فكنت عايزة أعرف حضرتك خلال وقوفك قدام الكاميرا إيه وضع المونتاج، أو إيه علاقة حضرتك في المونتاج وحضرتك بتأدي أدوارك؟
انا علاقتي بالمونتاج طبعا هي بتبقى عبر المخرج، وكمان مراعاة زاوية الكاميرا. يعني في حاجة بتركب وحاجة ما بتركبش، هتفهميها انت طبعا على طول. يعني ما كنتش اعرف كده في الاول ما اشتغلت، لكن اتعلمت. ولما سافرت واتعلمت وعرفت يعني ايه مونتاج وازاي تعمله، بقيت اقدر المونتاج اكتر واكتر. لان المونتاج ده، المونتير بيصنع فيلم غير اللي اتصور. ده يعني صناعة فيلم من اول وجديد. انا عارف قدر المونتاج كويس، عارف قدر المونتاج كويس، لكن اللي انا براعيه كويس قوي ازاي بسلم من لقطة للقطة، اللي هي بنسميها عندنا الاستمرارية. ازاي يعني ده انا بحافظ عليه جدا عشان المونتاج. حتى لم اكن اعلن عن ذلك، بس انا ببقى يعني شايف الفيلم من دماغ المخرج، مش شايف الفيلم من دماغي انا. يعني لما بقعد مع المخرج وبيشرح لي، بحاول اوصل لغايه دماغه عشان لما يطلب طلبات ابقى انا جاهز على طول. زي اللي بيقول مثلا مدير التصوير بيقول للوسطى غير اللمبه دي، فالوسطى بيقول للعامل هات لمبه تانية بسرعه حطها ركبها، لازم كده. فلازم انا ابقى جاهز جهوزيه العامل اللي عارف هيجيب اني لمبه من اني، او اللي هيغير العدسه، او يعني كل دول لازم ابقى على قدهم، بس من دماغ المخرج. فانا بالنسبه للمونتاج انا من دماغ المخرج، لكن انا لوحدي بحاول اسلم من لقطه للقطه، من مشهد لمشهد. ده شغلك انت بقى وشغل المخرج، مش شغلتي انا. الممثل في المسرح والممثل في السينما الفرق عظيم جدا جدا جدا. التمثيل لكل انواع الميديا مختلف تماما. يعني في المسرح انت بتحتاج صدقية كاملة لمدة معينة من الزمن، طالت او قصرت، انما هي مدة معينة. فالممثل اللي بيخش من باب المسرح يروح اوضته يركز عشان يدخل في الشخصية او يجيب الشخصية ناحيته، ويدخل على الخشبة يعمل مشهد، وبعدين يطلع. مش لازم يسيب الشخصية، لأنه في الدخلة اللي جاية هو ما يضمنش إيه اللي هيحصل، الشخصية هتبقى معاه ولا مش معاه. ودي حكاية صعبة جدا، إن تقعد مركز ساعتين أو 3 في الموضوع بتاعك. يعني أنا لما كنت بشتغل وأنا صغير في المسرح، بس ما كنتش مستلطف من الزملاء، لان انا طول الوقت مركز في الموضوع ده. هزار مفيش. بعد الشو ممكن، انما قبل الشو لا يمكن، ولا اثناء الشو. وانا في الباك ستيج زي كاني على الستيج قدام السيد الجمهور. فالتركيز بتاع المسرح هو مدة عرض المسرحية، ومن قبلها حتى بساعتين أنا بعمل كده. في السينما المهمة بتزداد صعوبة، لأن أنا كممثل عندي عشان أرسم شخصية وألعبها. هنتكلم بقى في التمثيل عشان الأستاذ يعني أدخلنا في موضوع هو مهم جدا 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 جدا. إن إحنا لما درسنا في المعهد عندنا التمثيل، درسنا ستانسلافسكي إعداد الممثل. حتى أنا كنت لسه بقول لعلي بدرخان امبارح الحكاية دي. اكتور بريبيرز ده الفوليوم الاولاني من المنهج. في فوليوم بعده وفي فوليوم بعده، هم 3 فوليوم. اول فوليوم اعداد الممثل اللي هو اكتورز بريبير، وتاني فوليوم اسمه building a character، وتالت جزء
creating a role. في أول جزء إحنا بنعلم فيه الأشياء الداخلية بتاعة الممثل اللي هي الذاكرة الانفعالية والتركيز والاسترخاء، وكل ده بيبقى عبر تدريبات جسدية، حركات فقط، وتنفس، طريقة تنفس. بعدين الجزء الثاني اللي هو building a character، ده بنشتغل على الاوتفيت بتاع الممثل اللي هو جسده وحركته وصوته. بعدين الفوليوم الثالث اللي هو creating a role، ولكن المترجم الانجليزي اختصر العنوان بتاع ستانسلافسكي، ولانه كان الفرق في النشر بين اخر جزء وثالث جزء 13 سنه، ولان الموضوع ده الماتيريال ده كان مطلوب عشان الولايات المتحده الامريكيه تستعمله فيما اطلق عليه بعد كده ميثود او الطريقه، فهم كانوا محتاجين شغل ستانسلافسكي ده، وهو نفسه ما كانش عايز يعمل كده بدعوى انه بيقول مش معقول احط يعني قواعد صارمه الناس ممكن تعبدها بعد كده وما تكسرهاش، يعني هو ما كانش عايز يعمل الكتاب ده. فتمت الترجمه من الروسيه اللي هي من التجارب اللي هو كان بيعملها في المسرح نقلا الى اللغه الانجليزيه. فالفوليوم الثالث ده اتنشر بعد 13 سنه من الفوليوم الثاني. العنوان بتاعه اطول من creating a role. العنوان بتاعه actors working on a role، يعني الشخصيه اللي هو عملها دي او صنعها هيوظفها ازاي في العمل اللي هو هيشتغل فيه. ده التكنيك كاملا. ده احنا لما ندرسه نعرف بقى لما نخش اللوكيشن نعمل ايه، ازاي افصل وازاي ادخل، ولو دخلت اعرف اخرج، ولو خرجت اعرف ارجع. بيحصل عندنا حضرتك عارف عقبات كتير، وعندنا مشاكل تخص الممثل هي مش مفهومة إلى الآن وملهاش علاج، بينما هي ليها علاج طبعا. زي مثلا كنت بطرح أنا مثال، حد يقول جملة غلط معكوسة أو بتاع، بعدين يضحك وطريقته تثير الضحك فالعاملين بيضحكوا وتصير كريزة ضحك بقى وما نعرفش نعمل الشغل. مش حصل؟ فإن حصلت من نجم الفيلم مغفور له بقى وهنصور بكره يا استاذ، مش هتعمل شاف. انما لو حصلت لممثل صغير بيطرد ونجيب غيره. يعني واحد بدل ما يقول كلمة حب قال بح، فاحنا ضحكنا وهو ضحك. انا ازاي قلت كده؟ طب يلا يلا تاني نروح قايل بح تاني ويفضل يقول بح، مش هيقول حب. فدي كيس نفسية معروفة في السينما، وحلها الوحيد ان المخرج يقول فركش، يلا فركش، ويرجع الممثل ويقلع اللبس بتاعه ويستعد المروح، وبعدين يجي له واحد يخبط عليه يقول له يا استاذ، يقول له ايه في، يقول له البس تاني يا عم، المخرج قال هنصور. البس يا عم يلا بسرعه، خلاص اتحلت المشكله. مشكلتها تتحل بفركش وطفي النور، غير كده مش هتتحل. فكل الحاجات اللي احنا ما نقدرش ناخد بالنا منها عشان ما تعرفناش على التكنيك بتاع الطريقه كاملا. وتكنيك الطريقه كاملا بتاع ستانسلافسكي اللي هو طلع منه من عباءته كثير من طرائق الاساتذه الكبار بقى اللي زيه يعني، وفي ناس يعني تفوقوا عليه كتير في الثلاثه فوليوم دول، ولكن بقينا بندرسهم يعني احيانا نخلي الانترنال مع الاوتسايد يعني مع بعض، اخلي تدريبات التنفس بتاعه الصوت والخيال واحده، او تدريبات الجسد الفيزيائيه مع التركيز والاسترخاء لوحدهم، نكملهم فنعتبرهم كتله واحده. بس الشغل على الرول بقى
اللي هو creating a role. هو ده المهم، هو ده اللي انا بقول عليه فلسفة اللعب. فلسفة اللعب، انت بتجيب ممثل ومتابعه. يعني مثلا انا اخد مثال ابنك انت شخصيا كريم، اول ما دخل كان بيلعب ازاي، دلوقتي بيلعب ازاي، اكثر ارتياحا واكثر تمكنا من ادواته وما عندوش مشكله. انا لما اجي اتامل نفسي، أنا لما جيت اعمل اول شوت في الامبراطور، وانا في اول يوم ببقى صعب جدا 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 عشان مش عارف الشخصيه اللي انا رسمتها هتطلع ولا لا. واي شخصيه انا لعبتها بتتاسس على اول شوت انا عملته. قاعد بعمل اول شوت، ارجع الاوضه اشوف هو زاد عن الرسم ولا قل، وامشيه على كده طول الفيلم عشان ما يبقاش في حاجه قد وما فيش حاجه نشاز في الموضوع. طبعا الحكايه دي كنت بعملها بصعوبه جدا في البدايه. فانا بصور اول شوت في الامبراطور نص ساعه مش عارف حاجه اتكلم. المشهد كان بيني وبين احمد زكي في الزنزانه، وانا قاعد كده مش باصين لبعض، يعني هو قاعد جنبي زي امير كده وبنتكلم في المطلق، بنقول ستيتمنت يعني تقرير عن الحاله بتاعتي الاجتماعيه، مش عارف اتكلم. طبعا مدير الانتاج قعد يصوت، كان سيد اسماعيل الله يرحمه، انتوا جايبين لنا ده منين؟ انتوا هتودونا في داهيه، منك لله يا فايز يا غالي. ان فايز غالي اللي جابني. بعدين مجرد ما عملت الشغل وبعدها، لان هو كان اشياء مختلطه جدا، المساله اللي انا اتكلمت عنها ضيف عليها بقى الرهبه اللي هي بتحصل لكل واحد فينا، وطبعا هي بدرجات مختلفه. لكن بعد كده خلاص استقر الامر، وعرفت مكاني كفرد من افراد العمل، وعلاقتي بالاخرين كلهم بدءا من قائد العمل او رب العمل اللي هو المخرج الى اصغر عامل بتعامل معاه كممثل بيعرف يدخل ويعرف يخرج. أنا أعرف الأستاذ محمود كصديق من زمان، لسه ما اشتغلناش وده من حظه طبعا. ما انت اللي مش عايز تعمل لي فيلم لا يا كوميدي حبيبي. وهتجنني والله العظيم. الأستاذ محمود عرف يخرج بذكاء شديد من الممثل الوسيم للممثل المثقف. وأنا اشتغلت مع ممثلين كتير جدا وشفت محمود يعتبر نقلة للممثل اللي بيشتغل على نفسه، اللي يعني هرب من حكاية الممثل الوسيم وسافر ودرس. وأنا شايف إنه نقلة في تاريخ التمثيل في مصر فعلا محمود حميدة. وأنا متوقع له إنه هيخرج يا عيني يعني لازم هيمر بالتجربة دي. محمود مهموم جدا بقضايا الوطن، مش حكاية المهنة بس، مش قضايا المهنة بس، مثقف. من أعظم الناس اللي شفتهم فهما للشعر، عاشق للشعر. فدي مرحلة جديدة جدا للتمثيل في مصر عموما. حقيقي محمود أضاف كثير وكثير وكثير، واشتغل على نفسه بشكل هايل. ويعني تكلموا في السياسة عارف، في الشعر عارف، في الفن عارف، في خبايا لمهنتنا. يعني زي ما اتكلم على العمالة في البلاتو، ده علم تاني، انك تتعامل مع العمال وتاكل معاهم وتعمل. فأنا سعيد جدا بتكريمه واسمه على الدولة انه يستحق. ومحمود لسه هيدي كتير وكتير وكتير ان شاء الله. شكرا. صباح الفل حبيبي. أنا بجد جاية النهاردة عشان أقول لمحمود حميدة أنا بحبه قد إيه إنسانياً وبحترمه قد إيه فنياً. ومحمود بالنسبة لي صديق العمر كله. أنا أعتقد إن أول مسلسل في حياتك، بس يمكن الناس ما شافوهوش لأن زمان كان القطاع الخاص ما بيتعرضش في التلفزيون المصري، لما كانت القناة الأولى والثانية بس، كان حاجة اسمها ولكنه الحب. بس ده مش أول واحد ده والله كان في قبله. بس
في قبله حتى انا ما شفتهمش حتى مش عارف. في القطار برضو قبله، في الرجل وبرضو كنا والقطار. فيه مع بعض. ايوه، في الرجل مع بعض. والقطار ده ما شفناهوش ده. وكان معانا فاروق. مظبوط. فيعني من اول البدايات، عشان كده بقول صديق العمر، يعني صديق المشوار كله. وطبعا احنا التقينا في افلام كتير، ابو زيد زمان وفرسان اخر زمن ودانتيلا ويوم للستات. وانت بتحكي عن الضحك كنت عايزه افتكر مواقف في دانتيلا، عماله اقول لك حصلت لنا. كان مشهد انا وانت ويسرا واحنا الاثنين بنتخانق عليك، وهي بتقرصك وعايزه تاخدك وانا عايز اخدك، وجات لنا احنا الثلاثه كريزه ضحك. وايناس الدغيدي صرخت وقالت فركش، هو انتوا عشان اصحابي هتخربوا بيتي؟ ده انتاجي. وعدنا الشوت في 17 مره وفي الاخر فركش، وفعلا ما قدرناش نعمله. كل ما نيجي نتكلم نضحك، وجينا عملناه تاني يوم كده واحنا فريش من اول النهار. بس محمود على فكره كوميديان جدا. انا بقول لعمر عبد العزيز عشان بيقول لك انت ما عملتليش فيلم كوميدي، ده كوميديان جدا. ودي ميزه عظيمه انك فعلا قدرت تقدم كل نوعيات الادوار. يعني تعمل كوميدي، ممكن تبقى جيم بريمي، الشخص الجميل الوسيم الرومانسي الباشا، ممكن. وممكن تعمل الفلاح والصعيدي وابن البلد وابن الحارة والميكانيكي وكل المهن. ودي نادرة جدا، لأن الشكل بتاعك يعني أنت يعني ريتشارد جير أو يعني الشكل الجميل في السينما والوسيم. فبرافو إنك ما حصرتش نفسك طبعا في نوعية محددة، كان ممكن المخرجين دايما يفرضوها، لكن قدرت تعمل كل نوعيات الأدوار بفكر وبثقافة وبوعي وبحب. وعايزة أقول حاجة إنسانية عن محمود. محمود فعلا يعني كل الزملاء بحبهم، بس محمود أنا شفت فيه حاجة غير الكل إنسانيا. محمود يبحث في أي تصرف بيعمله، في أي لقاء، في أي بلد يروح لها، في أي ناس هيقابلهم، يبحث عن الإنسانيات، ما يبحثش عن المصلحة. يعني ما يقولش يمكن أنا لو رحت البلد دي ضدها، فالبلد التانية تزعل مني، وأنا ليا مثلا مصلحة مع البلد التانية في شغلي أو كده. عمره ما فكر بالطريقة دي. يعني دايما هو honest، صريح، واضح، بيتصرف بإحساسه الحقيقي وبصدق شديد وبدون صوت عالي. هو بيعمل أشياء كتير جميلة في هدوء شديد من غير الناس ما تحس. بس أنا لمست ده وعشت ده معاه في رحلات كتير، وفي مهرجانات رحناها، وفي زيارات إنسانية، وفي زيارة لسوريا. ويعني محمود إنسانيا يمكن الناس ما تعرفوش إنسانيا، تعرفه فنيا، بس أنا من أكتر الناس اللي عشرته في إنسانيات كتيرة جدا جدا. تلاقيه بيقف جنب الفن في كل المواقف. بيقف جنب مهرجان اسكندرية، بيحب مهرجان اسكندرية، بيقف جنب مهرجان الأقصر، بيقف جنب مهرجانات بلده. مش إنه عايز بس لو مهرجان بره أسافر. وأنا حقيقة بقولها لأن أنا بعيب على بعض نجومنا، إنه ممكن لو مهرجان بره أوكي، بس لو مهرجان جوه مصر ممكن يطنش مع إنه أقرب له. فإحنا بنقول لا، نقف جنب بلدنا أولاً، وبعدين ننجح المهرجانات الأخرى، لأن وجودنا النجوم المصريين بينجح أي مهرجان، وخصوصاً طبعاً المهرجانات العربية. فيعني أنا بشكرك يا محمود، وبقول أنا لو قعدت أتكلم عنك أنا ممكن أخد اليوم كله، لأن أنا في مواقف كتير إنسانية أنا عشتها معاك وبحبها فيك زي ما أنا بحب فنك. لأن الفنان الحقيقي لا ينفصل. ما ينفعش فنان يبقى صادق في شغله وبروفيشنال قوي، لأن محمود فيري بروفيشنال في شغله وجدع جدا في شغله. وأنا واحدة من الناس اللي وقف جنبي في إنتاجي، لأن هو جرب الإنتاج وخسر عشان بيحب الفن. أنتج مش عشان محمود حميدة، ده عمل فيلم دور ميت كله صامت مثلا في جنة الشياطين، حبا في السينما. لما أنا عملت يوم للستات وقلت لمحمود طب هتاخد مني ايه؟ انا ميزانيتي يعني انا سينما مستقله على قدي، لا عندي حد بيمولني ولا وزعت ولا انا فاهمه وحماره خالص في الحسابات. قال لي هات العقد على بياض، يلا ما توجعيش دماغي. وراح مديلي على بياض، اكتبي اللي انت عايزاه. دي ما بتحصلش. هو بيحب السينما بجد،
وبيحب زمايله بجد، بيحب المهنة دي قوي، ولذلك انت هتفضل علامة فارقة في تاريخ السينما المصرية بسبب حبك ليها وبسبب حبنا ليك، لان انت يمكن اكتر فنان بيتمتع بشعبية وحب من زملائه. ما افتكرلكش مرة ان في خلاف بينك وبين اي زميل او اي زميلة او يعني لاي سبب. فانت انسان مسالم وحقاني ومحترم وبروفيشنال قوي في شغلك وبتحب المهنه دي، وانا النهارده جايه عشان اقول لك انا بحبك من كل قلبي وبحترمك جدا جدا يا محمود. شكرا. شكرا. واسمحوا لي معلش عشان انا ما حضرتش ندوه استاذي الاستاذ محمد عبد العزيز، كان نفسي اكون موجوده بس انا جايه من السفر امبارح، كنت في مهرجان الامل، فطبعا عايزه احييه واقول له الف مبروك التكريم. واستاذ محمد عبد العزيز عمل لي اهم مسرحيه في حياتي، عملت عقد بسنه من جمال المسرحيه ونجاحها، قعدت 5 سنين بعرضها، وعلى فكره كان ممكن تقعد يمكن 10 سنين بس احنا كنا تعبنا يعني، لانه انا وقتها كان وقت يعني في شغل كتير وفي سينما وفي تلفزيون كل سنه، بس انت عارف المسرحيه دي كانت ممكن تقعد اكتر جدا. الف الف مبروك ومشرفنا يا استاذ محمد دايما. ميرسي ليكم يا جماعه، ومبروك لمهرجان اسكندريه الاسماء العظيمه اللي فيه استاذ محمود حميده واستاذ محمد عبد العزيز طبعا. شكرا ليكم. ميرسي. صباح الخير. انا معلش هبتدي كلامي باني انا كنت عامله حسابي انه ماستر كلاس فهنتكلم اكتر عن التمثيل، بس عندي سؤال. زمان في جنة الشياطين عرفنا ان الاستاذ محمود خلع سنانه فعلا، ده حقيقي؟ طيب ما ده يوديني لسؤال تاني، لحد فين الممثل يتورط في الشخصية؟ لحد فين؟ يعني انا استفدت ايه كمتفرجة لما انت خلعت سنانك؟ انت بس اللي خسرت. بستفيد ايه لما احمد السقا هو اللي ينط بنفسه وهو يعرض نفسه للخطر مع انه خسارة كبيرة؟ فانا بس عندي السؤال ده، لحد فين الممثل يأذي نفسه ويتورط مع الشخصية؟ شكرا. هو لما زمان حد سألني السؤال ده، انت خلعت سنانك ليه؟ قلت له طلبات الأسياد. قال لي طلبات الأسياد. قلت له مش انت لما بتروح واحد عشان يفك لك عمل يقول لك طلبات الأسياد، عايزين ديك أحمر مش عارف ايه ده حاجة كده وضحكنا. لكن حقيقة الأمر أنا كنت منتج الفيلم، وكنا عايزين نعمل تروكاج خاص بالميك اب بحيث تبان السنتين دول فاضيين من هنا، عشان في شطات صريحة بتتركب فيها السنتين الذهب وبيتشالوا. هنعمل ايه؟ ما عندناش. فكلموا واحد ماكيور في اوروبا فطلب مبلغ عالي جدا ملوش اي معنى يعني. فانا قلت لاسامه الله يرحمه انا هشيل سناني. قال لي ايه؟ قلت له اخلص بس ما تعرفناش، احنا عايزين نعمل الفيلم. مش انت بتقول في شطات صريحه وهعمل ايه؟ نعمل كده. طبعا الحكايه دي اثرت عليا فيما بعد، لان لما الواحد بيخلع سنانه شكل الفك بيتغير. يعني انا ابتديت اعالج عشان شكل الفك يرجع زي ما كان مده طويله جدا جدا جدا. لحد فين ممكن الممثل يضحي؟ لحد اقصى حاجه هو يتحملها، لحد قبل ما يموت بشويه. ليه بقى؟ لأن ده الجسد اللي هو الآلة بتاعتي أنا بأعيرها لشخص تاني.
الشخص التاني ده هفترض ان هو مثلا اصغر مني ب10 سنين، فيكون اكثر حيويه واكثر قدره على اداء حركات انا غير مستطيعها الان. فانا افضل احاول لغايه لما اقرب للليمت اللي انا لو عملت بعده شويه هتكسر، ده ما اعملوش. انما لازم احاول او ما العبش الدور، يعني ارفضه، اقول وانا كتير رفضت ادوار كده، إن لا مش هقدر اصغر لك 30 سنه، مش هينفع. ما تقوليش حجج وتقول لي ما هو عمله، لا مش هينفع، انا مش هقدر، مش الجسد ده مش هيقدر يعني. فاحنا بنشتغل على اكبر درجه تحمل يستطيعها الجسد، ده بخصوص لحد فين. طبعا احنا في تجاربنا بنتجاوز حدود المعقول فيما يبدو شبه الجنون او هو الجنون بعينه. زي ما واحد يفكر ان هو يضعف بصره، كان عندنا ممثل عمل كده رحمه الله عليه لغايه تقريبا ما بقاش بيشوف، عشان كان بيلعب دور واحد اعمى، فعايز يصدق وعايز يتقمص وعايز، لان احنا برضو ورثنا مصطلحات خاصه بفن التمثيل مدمره كلها، اهمها التقمص. طبعا التقمص ده انفصام او فصام، شيزوفرينيا. وفي ممثلين في الجيل بعد الرعيل الاول صدقوا الموضوع ده وبقوا يستعملوه، لانه هو بالمناسبه مش صعب، سهل جدا. يعني ان تتقمص، يعني تهرب بشخصك او بذاتك لذات وشخص تاني، دي سهله جدا، على اساس تفضل هناك على طول. يعني هي زي الرحله اللي بيعملها الدواء مثلا بتاع الصداع. مثلا انت عندك صداع، هتاخد حبايه عشان تسكت الصداع، دي ليها رحله تريب. ففي مسكنات او مخدرات التريب بتاعتها اسمها وان واي تيكت، يعني هيروح ومش هيرجع تاني، مفيش طياره تجيبه. وفي ناس حصل لهم كده بالظبط. انا شفت ممثل كبير جدا اللي كان بيلعب طرزان اسمه جوني ويسمولر، ماشي في شارع في كاليفورنيا اسمه، في لوس انجلوس اسمه ويل شير بولفار، ده اطول شارع هناك، ماشي وكان عنده حاجه و90 سنه لابس لبس طرزان. انا ما بقتش مصدق، يعني هو راح للشخصيه وما رجعش في التريب بتاعته. بتحصل لممثلين كتير احنا ما نعرفش. واحد اسماعيل جاي بوظ المهرجان ولسه نايم قال انا لازم اجي ابوظه لك. قلت له تعالى يا محي لا بس محي مش من النوع ده، لا اوعى تقول له ها أنا علوي أبو العلا من جريدة المصري اليوم. أتمنى من أستاذ محمود بس يفتح صدره الدقيقة ليا. دايما كل نجم على مدار السنين من بدايته لحد ما بيوصل لمرحلة الجراند بيبقى فيه لحظات هبوط وصعود في حياته، لكن أستاذ محمود حميدة حالة خاصة على مدار سنين وتاريخه الفني كله. فالسؤال الأول عاوز أسأله لك، أنت إزاي قدرت تحافظ على المكانة الفنية لمحمود حميدة على مدار الأجيال، تفضل زي ما أنت مفيش لحظات هبوط؟ وتاني سؤال عاوز أسأله، إيه نصايحك للنجوم الشباب
علشان يفضلوا محافظين على مكانتهم ونجوميتهم. شكرا. هو طبعا انا مش معاك في ان كل اعمالي كلها حاجات حلوه، لا طبعا مفيش حد كده خالص خالص يعني. لكن بحاول على قدر الامكان اني انا ابقى مخلص 100% لما افعله. يعني لو في سيناريو جالي مش عاجبني وانا هعمله اما عشان خاطر الصانع او عشان خاطر انا عاوز فلوس دلوقتي، يعني لاي حاجه اخرى غير صنع الفيلم، بروح مجرد نفسي من كل المطالب دي، واحب الفيلم واحب الشخصيه والعبها باخلاص فقط. انما هتلاقي في افلام يعني انت ممكن تبص لها او غيرك يبص لها يقول انها مثلا ضعيفه او تافهه او لان السيد المتفرج هو سيد الموقف، هو بيصنف زي ما يشوف. والسيد المتفرج ده اقصد بيه الشقين الخاص والعام، يعني حتى النقاد هم ساده وهم اللي عندهم الحق الوحيد في ان هم يقولوا رايهم فيما هو مطروح على الشاشه. بالنسبه للنصائح انا ما بديش نصائح، انا عرضت مشوار حياه وبقول مؤسس على الخبره، وبقول ان مهم جدا للممثلين الجدد والممثلات الجديدات انهم يسلكوا منحى اجتماعي يتلائم مع الحقل نفسه اللي هو حقل صناعه الفيلم. انا عندي حصل لي في تاني فيلم اعمله اسمه المساطيل، كان اخراج الاستاذ حسين كمال وبطولة ليلى علو، ده تاني فيلم اعمله. وانا بقى داخل اعمل الفيلم وعامل فيها ان انا محدش زيي وما بتكلمش مع حد، الناس دول بالنسبه لي يعني اي كلام، بقيت اتعامل كده بحموريه يعني. فما كان من الاستاذ الا انه ادار وجهه عني. الكلام ده انا كتبته في مقال في مجله الفن السابع، والمقال بعنوان حكايه لمن شاء ان يرجع، لانه دي كانت لازم توثق يعني. واخر 15 يوم من الفيلم ما بيكلمنيش، بيبعت لي الدايركشن مع المساعدين بتاعه، كان عنده 2 مساعدين أسامة فريد وعاطف شكري، بعتهم لي بالدايركشن ما كلمنيش خالص. بعد اخر لقطه ليا في الفيلم قال لي تعالى، ماشي ورا، خدني في اوضه وراح قافل الاوضه ودش بقى ودرس في الادب والاخلاق لمده لا تقل عن 2 ساعة، انا لا ابالغ. طحن. انت فاكر نفسك ايه اللي قاعد في اوضته بيقرا، قاعد في المكياج بيقرا، واحنا ايه بقى ولاد الخدامه؟ وانا ساكت ساكت ساكت. بعدين قال لي اذا كنت فاكر ان بدايتك هو انت فاكر ان الحكايه تمثيل وبس؟ لا يا حبيبي، اذا كنت فاكر ان بدايتك هنا، لا دي نهايتك، روح بقى. فما كان مني الا ان شكرت الاستاذ بادب وانصرفت. وده كان على غير عادتي او على غير قناعاتي الشخصيه اللي تحب تقول واحد بيعمل لي كده بروح مديله بنيتين يعني ما بقاش كده معاه يعني. لا، قعدت ونزل عليا سهم الله عشان اسمع الدرس من اوله لاخره. فعلمني الاستاذ كيفيه التصرف في هذا الحقل، وان الحكايه مش تمثيل وبس، لا دي حاجات كتير جدا 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 لازم تبقوا واخدين بالكم منها. انا بكلم الجدد اللي داخلين، لازم
لازم تتلقى المعلومات بتواضع وأدب جم. أنا اللي علموني طبعا غير الأساتذة المخرجين الكبار ومدير التصوير الكبار، أيضا الأسطوات، وخصوصا أسطى الكاميرا وأسطى الكهرباء. علموني حاجات أنا ما اتعلمتهاش في أي حتة تانية حتى لما رحت أدرس. فأنا أترحم على من ماتوا منهم وأدعو للباقين منهم بطول العمر إن شاء الله. مساءكم سينما. أول شيء أنا سعيد أكون متواجد معكم. أنا أخوكم الدكتور عمر الجاسر، مدير جمعية المنتجين والموزعين السعوديين في منطقة مكة المكرمة، والأمين العام لسائل الاتحاد الفني العرب. أستاذ محمود حميدة، أنت نجم، صنعت نفسك بكل جدارة. رغم نجوميتك اللي حققتها ما زلت محب للكتاب وقارئ جيد. تمتلك مكتبة قيمة حقيقة. أنا بتكلم عن تجربة لسيناريست سعودي شاب اسمه أحمد سهيل، طور نفسه خلال دورات قصيرة المدى والإنترنت، ما فيش معاهد في السعودية حتى الآن في السيناريو. كتب فيلم شاف فيه الأستاذ محمود حميدة، جلس مع أصدقاء لنا منتجين ومخرجين سعوديين وعرب، قالوا له يا عمي مجنون أنت، مين أحمد حميدة؟ محمود حميدة اللي طالع فيك ده نجم ونرجسي وعصبي ومش شايف حد قدامه. طلب التليفون بحكم وجودي في أمانة الاتحاد الفني العربي، جبت له التليفون، اتصل فيه، رحب فيه الأستاذ محمود، جاله على القاهرة أكثر من مرة. فالولد بيتكلم يقول أنا لو جلست أجلس 10 سنين في معهد مش حتعلم في الكم ساعة اللي أنا جلست مع الأستاذ محمود. علمني إزاي بكل حب، أضاف لي خيال، أضاف لي معلومات. يعني أنا حسيت نفسي إني أنا دكتوراه في السيناريو دلوقتي. وفعلا الولد مصر، وفي كل مكان بيتكلم إنه أنت حلمه الوحيد، وأنت علمته رغم نجوميتك إنك أنت اديته وقتك واهتمامك ورعايتك وعلمته حاجات ما ينساها لك. فأنا أشكرك باسم كل سيناريست شاب سعودي. شكرا لك يا أستاذ. شكرا. الكاتبة والناقدة السورية أستاذة ديانا جبور. مساء الخير. أنا شخصيا اختبرت ثقافتك يعني بشكل مباشر، ولهلا كل ما عملت نفضة للمكتبة بضلوا الكتب اللي أهدتني إياهم، فشكرا لك. في مبالغة أحيانا بلاقي في مديح ثقافة الفنانين، لأنه أحيانا نفكر هل يمكن، وهذا سؤالي، هل يمكن أن تتحول الثقافة إلى عبء على المبدع؟ بمعنى هل يمكن للثقافة أن تكبح تلقائية الإبداع؟ ممكن أحياناً الثقافة تتحول لعبء بمعنى أنه تلجم الخيارات، حتى يعني ينعرض عليك دور بسبب الثقافة الواسعة الموسوعية، أنت بذهنك في أعمال أخرى عظيمة انعملت حول نفس الموضوع فما تعمل هذا العمل. هذا سؤالي. أحياناً هل يمكن للثقافة أن تتحول إلى عبء على المبدع؟ شكرا. هي تكون عبئا إذا سمح لها بالتأثير على ما يفعل. بمعنى لأن احنا تربينا أصل في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، فكان في تعريفات كده لما يخص الفن والفنون، والفن الملتزم والفن غير الملتزم. الفن لابد أن يكون موجها ومعلما، يعني حاجات كبيرة جدا أنا ما كنتش فاهمها، كنت أرددها بس مش فاهمها، لكن لقيتها من وأنا عيل صغير
اذا انا استعملت ده وانا برقص مش هينفع، وانا بعمل سكتش هزلي مش هينفع، الجدية والالتزام فنحيت الاشياء دي طول ما انا بشتغل في المسرح تماما. ولما كبرت واطلعت وبقى عندي معارف يعني لا بأس بها في فروع كثيرة من العلوم الإنسانية وحتى العلوم الطبيعية، ما بسمح لهاش تدخل في اللي أنا بعمله دلوقتي، لأن اللي بيسمح للجزء ده إنه يدخل بيعمل له إلهاء عن الشغل، distraction يعني بالإنجليزي. يعني مرة كنا قاعدين انا والدكتور عبد الحق، بالمناسبه كان في مهرجان اسكندريه هنا وهو من المغرب، وكان معاه واحد صاحبه جاي معاه، فكنا بنتعشى سوا هنا في المطعم، فبيعرفني على صاحبه ده استاذ وكان رئيس جامعه وعالم من علماء الطبيعه، وكان بيشتغل مع عالم كبير اسمه ستيفن هوكينج. فأنا بقول حاجة، مسألة في تركيب الصورة السينمائية. تركيب الصورة السينمائية طبقات فوق بعض، وتركيب الطبقات وحتى الالتقاط الصورة اللي هي ذات البعدين تعتمد الزمن. فاحنا في السينما بنستعمل معادلات ستيفن هوكينج في الفيزياء في صنع الصورة. فلقيت صاحب الدكتور عبد الحق يقول لي وانت تعرف ستيفن هوكينج؟ هو انا بقى ما اعرفه. قلت له اه طبعا. قال لي وتعرفه ليه؟ قلت له عشان ما انا بقول لحضرتك يعني مسألة الزمن مهمة جدا بالنسبة لصناعة الصورة، وانا مهتم بالفيزيكس، فكنت بقرا ستيفن هوكينج كواحد من القراء مش واحد من الدارسين يعني المتخصصين، ولكن عشان اعرف العلاقه بين المعادلات بتاعته وتركيب الصوره. فهو قال ده حاجه عجيبه، بس انا مبسوط لان انا بشتغل في الفيزياء، وصار تعارف بيني وبينه، وبعت لي الكتاب اللي هو مؤلفه بعدين. انما ده مثلا اهتمام لو انا حطيته في دماغي وانا بشتغل اروح في داهيه اروح في داهيه على طول يعني ما ينفعش اسيبه ياثر على فيما افعله. صباح الخير. هو في بقى شهاده بس لازم تتقال، يعني ممكن ناس كتير تبقى عارفه الحكايه دي، بس لازم تتقال علشان الاجيال الجديده وجمهور اسكندريه، وفي شباب كتير موجودين. حكايه الفن السابع. حكايه الفن السابع باختصار شديد مش انه يعني احنا كنا بندور على، كان عندنا مشروع ان احنا نعمل مجله سينمائيه متخصصه، ومصر لم يكن فيها ولسه لغايه دلوقتي ما فيهاش مجله سينمائيه متخصصه. فاول لقاء يعني طبعا كان الوسيط بيننا وبين الاستاذ محمود زميلنا الكبير الراحل الاستاذ محمد دسوقي. فاول لقاء بعد ما عرضنا عليه المشروع قال كلمته الشهيره: احنا ربنا رزقنا ببعض. ربنا رزقنا ببعض دي مش معناها ان انا موافق على المشروع، مش مجرد معناها ان انا موافق على المشروع، معناها ان انا رغبتي في هذا المشروع مساويه لرغبتكم. وغريب جدا ان يبقى نجم سينمائي، او مش غريب يعني، هو بالنسبه لنا احنا يعني غريب ان يبقى نجم سينمائي مهتم باصدار مجله سينمائيه متخصصه هي من شأن الصحافه في الاخر يعني. وانا فاكر ان هو يعني في اول اجتماع او تاني اجتماع، يعني احنا كنا بنقعد على طول، قعدنا فتره طويله في التاسيس، انه انا عايز الشاب اللي في الارياف اللي قاعد على الترعه مش عارف توصل له، ومش توصل له عشان احنا نبيع،
بس توصل له علشان انا عارف ان هو متعطش للثقافه السينمائيه، انا عايز نشر الثقافه السينمائيه. المجله كانت يعني كان في افكار ان احنا نحط تبقى فنيه بقى ونحط مزيكا ونحط، لا قررنا انها تبقى سينمائيه متخصصه وشديده التخصص. احنا عارفين ان السوق متعطش لده، ففي نجوم بنشيد بيهم وبنحبهم لانهم اعادوا ضخ ما ربحوه في الصناعه. ده الاستاذ فريد شوقي، الاستاذ نور الشريف، الاستاذ الهام شاهين. بس محمود حميده مش بس اعاد ضخ ما ربحه في الصناعه من الصناعه في الصناعه، محمود حميده عنده مشروعات ثقافيه ومشروعات سينمائيه كبيره جدا تتجاوز ما هو متعارف عليه من دور الممثل. يعني محمود حميد عمل ورشه لاعداد الممثل من بدري. محمود حميده بيحلم، وانا عارف ده كويس، ان لو الظروف متاحه هيعمل مؤسسه باسم فؤاد حداد لتدريس ودراسه شعر فؤاد حداد. فمحمود حميده مش نجم سينمائي، مش مجرد نجم سينمائي. محمود حميده مهم جدا في حياتنا الثقافيه. انا مش بقول كده لان انا اعرفه من 25 سنه ولا انه كان في بينا علاقه عمل او كده، انا بقول كده ان دي الحقيقه وانا مش بعرف اجامل. محمود مش مجرد نجم سينمائي، محمود شديد الاهميه في حياتنا الثقافيه. محمود حميده ممكن تروح ندوه لمناقشه ديوان جديد لحد مش معروف تلاقيه موجود، مناقشه روايه تلاقيه موجود، اسبوع مش عارف ثقافي تلاقيه موجود. ف وانا له بقى فضل تاني غير المجله وكده، يعني برضو من الحاجات اللي انا اندهشت ليها يعني ان انا حبيت حد يساعدني. انا كنت بعمل كتاب عن احمد زكي صدر الحمد لله، انه الراجل ده كان بيأدي ازاي، لان منطقه اداء احمد زكي شديده الصعوبه لغير المتخصصين. وايه حكايه انه بيتقاعد، زي الكلام اللي قالته سلوى برضو، الحدود بين التقمص واللعب واذا انا بلعب الشخصيه ولا الشخصيه هي اللي تملكتني. المنطقه دي كانت محيراني جدا. وكانوا بيقولوا على احمد زكي يتقمص، كانوا بيقولوا على احمد زكي ان هو بيقلد لما يجي يعمل شخصيات عامه زي عبد الناصر او السادات او كده. انا حبيت حد يساعدني، فمن الناس اللي ساعدتني الاستاذ محمود. الاستاذ محمود اداني من وقته كتير جدا علشان يفهمني منطقه التقمص والاداء واللعب وستانسلافسكي والكلام ده كله. اداني من وقته كتير جدا عشان يقول لي تجربته المشتركه مع احمد زكي. اداني من وقته كتير جدا عشان يفهمني احمد زكي بيشتغل ازاي وايه عيوبه. معنا احنا برضو كتبنا العيوب مش بس كتبنا المميزات. فده حد انه هو كان ممكن ببساطه شديده من النبي وصلنا انا مشغول وخلاص انتهى الموضوع، بس هو فعلا عمل كده. مفيش اي ادعاء في الثقافه والحاجات اللي احنا الناس بتقول ان احنا فاكرين ان احنا بنجامله او بنمدحه. محمود حميده كنا في كان وهو برضه بكرمه، يعني اول مره اروح كان سمح لي ان انا اقيم معاه في مقر اقامته، يعني انا ما كانش عندي مقر اقامه. واخد معاه مثنوي في كان، واخد معاه 6 أجزاء بيقرا في مثنوي في اوقات الفراغ. زرته في مقر اقامته هنا في المهرجان امبارح، كتب مفتوحه في كل حته. امبارح على البحر كان قاعد بيدرس، قاعد ماسك ورقه سوري بلوك نوت وقلم وبيحضر هو هيقول ايه النهارده، وما سمحش لحد يقعد جنبه عشان يقاطعه في استعداده لهذا الماستر كلاس الا المقربين منه جدا يعني. فبس انا عايز الناس تفهم احنا مش بنبالغ، مش بنمدح. ان دوره باسم محمود حميده ده اقل ما يمكن عمله عشان نقول له شكرا، مش بس على التمثيل السينمائي ولكن على دوره في حياتنا الثقافيه كلها. شكرا. بوظ عشان الناس زهقوا. يعني عمر اتكلم بقلبها كوميديا يعني.
طبعا الاستاذ محمود حميده من اعز اصدقائي، واشتغلنا مع بعض كتير في مجموعه اعمال، منها فيلم مع السيده الفاضله. اكمل. المهم محمود فنان جميل جدا وعنده عطاء وصديق، يعني اي انسان بيصادقه بيعتز بصداقته بيه، لانه هو في اي وقت الواحد يطلبه بيرد. في نجوم كبار اشتغلوا معايا كتير بطلبهم ما بيردوش عليا. محمود حميده لا يمكن يعمل ده، نور الشريف كان لا يمكن يعمل ده، يعني كل المجموعه. انما الوقت في اجيال مختلفه تماما يعني. فالاستاذ محمود ده عصير الفن والابداع، ومخلص لمهنته ومخلص لاصدقائه ومحب للجميع. يعني ما شفتوش مره بيتكلم على حد وحش ابدا، بيتكلم عن الناس كلها، حتى الناس السيئه اللي كلنا بنقول دي ناس سيئه، هو يقول ما تعرفوش ظروفهم، يعني ما يحاولش يشترك معنا في الجريمه بتاعه النميمه يعني. فهو انسان رائع، وربنا يخليه لنا ويخليه لفنه وللسينما والصناعه كلها. شكرا. مساء الخير. الحقيقة أنا أستاذ محمود عايز أرجع بالذاكرة ل 25 سنة فاتت الحقيقة. لا ده مشوار. مش كده؟ في كم تفصيلة كده الحقيقة أسامة عرج عليها سريع في تجربة الفن السابع. يعني من المهم ان انا اقف عند بعضها برضو بشكل مش متفحص قوي يعني، لكن انا عايز اتكلم على تجربه 4-5 من شباب الصحفيين المهتمين بالسينما. كان عندهم حلم، كان عندهم مشروع ان هم يعملوا مجله متخصصه. لفوا كتير جدا على جهات تمويل، افراد وجهات وكيانات كبيره جدا. يمكن أسامة يعني ما حبش يستطرد في هذا الأمر، لكن الحقيقة إحنا تعبنا جدا 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 في المرحلة دي إلى أن ظهر محمود حميدة. وأنا ليه بقف عند المسألة دي؟ لأنه في كتير جدا من الفنانين رفضوا الفكرة، رفضوا التمويل، رفضوا حتى تكوين ما هو أقرب للشركة أو للمجموعة كده اللي هي تمول بشكل مشترك. كيانات كبيرة، رجال أعمال ثروتهم تفوق ثروة محمود حميدة بكثير جدا، كلهم رفضوا. فلما يبقى محمود حميدة يتصدى لهذا الأمر، احنا كنا عملنا عدد 0 بجماليات الفقر، وهو جه قال لا ليه تعملوه بهذا الشكل، وصمم وأصر بشكل فظيع جدا انه يعمل حاجة مبهرة، حاجة فخمة، برغم انه المحتوى بتاعها يجمع بين التخصص والعمومية، برغم انه كان عايز يوصل لابسط واحد في نجوع وريف مصر، لكنه كان حريص جدا على فكره الشكل وعلى الابهار، لدرجه انه لما كانت المجله بتخسر وكنا نقول له طيب اطبع في القاهره بلاش تطبع في بيروت، كان بيصر انه يطبع في بيروت بالحفاظ على الشكل، لدرجه انه بعض الزملاء كانوا يستخدموا بيننا وبين بعض تعبير، واسامه يذكر ده، هو الراجل ده بينتحر ماديا ولا بيعمل ايه بالظبط؟ ده انا بذكره عشان بس نعرف الفرق بين محمود حميدة وبين كتير جدا من اللي اشتغلوا في المهنة وتربحوا منها. كان لينا زميل اول ما عرف انه حميدة هو اللي هيبقى يتولى تمويل المجلة، بدأ يتكلم بكلام 60 شوية، لا كده احنا هنبقى تحت سطوة صاحب راس المال، وكده احنا هيبقى بيتحكم في المحتوى. واشهد معي الزملاء واسامه موجود اهو انه هذا لم يحدث على الاطلاق. لا اذكر واسامه لا يذكر وكل الزملاء لا يذكروا ان محمود حميده تدخل في حرف واحد كتب في مجله الفن السابع على مدى كل الاعداد اللي صدرت فيها المجله. وهنا يعني لابد اني اذكر بالتقدير والاحترام اسم زميلنا العزيز الراحل
محمود الكردوسي رئيس تحرير مجلة الفن السابع، لأنه هو واحد من الناس اللي شال على كتفه هذه التجربة. تحية كبيرة جدا للأستاذ محمود حميدة، وأشكره لأنه زي ما كل الناس تفضلت وقالت هو ليس فقط مجرد ممثل، لكنه صاحب مشروع، ولأنه كمان هيظل اسمه لصيق بتجربة شديدة الأهمية، والتجربة ستظل لصيقة باسم محمود حميدة إلى الأبد بإذن الله. شكرا جزيلا. مساء الخير استاذ محمود، اسمي ايناس عبد الله، صحفيه بجريده الشروق. برغم الاجماع على موهبه حضرتك الا انك لم تكن بلغه الايرادات نجم شباك يوما ما، فما السبب؟ وثانيا كنت عايزه اسال حضرتك، هل ترى ان الفنان هو قدوه في مجتمعه ام يجب ان يكون قدوه في مجتمعه؟ شكرا. انا قلت ان انا لا أعد من نجوم الشباك بلغة الأرقام، وهذا صحيح. يعني أنا عملت فيلم مع إلهام، لكن إلهام نجمة كبيرة ومستقرة من قبل أنا ما أجي السينما. أو أنا عملت فيلم مع أحمد زكي، أحمد زكي نجم كبير ومستقر من قبل ما أجي السينما. عملت مع السيدة نادية الجندي، السيدة نبيلة عبيد، وهكذا وهكذا. صحيح ان انا عملت بطولات لوحدي، حتى من حاول مجازا يعني ان انا اكبر راس في الفيلم في موضوع التراتبيه النجوميه يعني. فلا اعد انا من نجوم الشباك اللي بيقاس بالايرادات. انا عارف ان في ناس بتخش تتفرج وتدفع فلوس عشان يتفرجوا عليا انا، بس في بطل اكبر مني، الفيلم باسمه، او في بطله اكبر مني، هو اللي بيترد له الفضل الاول. وده قانون على فكره في الصناعه، مش هنا عشان ما عندناش احنا قانون ده، لكن عندنا عرف. فمن الوجهه دي انا ايوه بس اقصد يعني مثلا مش على غرار ما فعله نجم النجوم عادل امام مثلا، او محمود عبد العزيز، او احمد زكي، او حتى النجوم الشباب مثلا كريم عبد العزيز، احمد عز، هؤلاء نجوم شباك كبار. يعني انا استثمره في فيلم ابقى عارف ان هو هيجيب لي مردود عالي جدا. ممكن يكون محمود حميدة معاه في الفيلم عنصر جذب، بس مش عنصر رئيس. فمن الوجهة دي نقدر نقول كده. كان ايه سؤالك الثاني؟ لا قدوة ايه؟ لا يعني لا 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 لا، دي برضو من مقولات الستينيات. عشان كده ودي مفارقة، لما بيحصل تصرف يعتبر السيد المتفرج انه خارج اطار القدوه، فبيتم الهجوم على شخص الممثل او اي حتى الشخصيات العامه في المجتمع، بس اللي بيشتغلوا في السينما هم اللي عليهم الاضواء اكتر. حكايه قدوه دي، لا قدوه ازاي؟ انا واحد بعرض امثله مختلفه جدا. يعني هطلع مثلا في فيلم قتال قتله، وفي فيلم واحد مغلوب على امره. قدوه في ايه بقى؟ يعني مش عارف اعمل ايه. مفيش قدوه. مساء الخير يا استاذ محمود، انا محمود دوير، جريده الاهالي. طبعا لازم اشير الى ان احنا في تاريخ مصر الفني والسينمائي في نماذج مضيئه طول الوقت احنا بنستند ليها وبنحتمي بيها ضد القبح والتردي والتسطيح. من المؤكد ان محمود حميده واحد من الرموز دي اللي طول الوقت بنستند ليها، واحنا بنواجه كل اشكال القبح والتسطيح، مش لانه ممثل موهوب ولا لانه ممثل مميز، لكن كمان لانه مثقف عظيم ولانه انسان مختلف. ده لازم اشاره لابد من التاكيد عليها. وهنا سؤالي من نقطتين بسرعه شديده عشان الوقت. النقطه الاولى متعلقه بما اشرت اليه حضرتك في الجزء الاول من اللقاء، علاقه الممثل بفريق العمل وبالنص وبالعمل الفني بشكل عام. وكنت عايز السؤال القديم الجديد اللي دايما بيطرح نفسه،
ايه هي مساحه الذهنيه، الوعي لدى الممثل اثناء اداء دوره، ومساحه الموهبه او التلقائيه اللي بيكون عليها الممثل في الحاله دي. يعني في جزء بيبقى وعي وفي جزء بيبقى تلقائي موهبه، ايه يعني بتقدر توزعها ازاي في حاله الممثل؟ الجزء الثاني والاخير يتعلق بوضع السينما المصريه الحالي، وهل انت شايف ان الحاله يعني المأزومه اللي بتمر بها السينما المصريه في خلال ال3 عقود الاخيره اثروا بشكل مباشر على مشروع محمود حميده السينمائي، وبالتالي تراجع او قلت اعماله او تراجع اسهامه في مسيره السينما المصريه نتيجه عوامل انتاجيه؟ شكرا جزيلا. اولا بالنسبه لسؤالك الاولاني اللي هو خاص انت اشرت فيه للموهبه والذهنيه. الموهبه اللي هي طبيعيه بدون توجيهات، بدون تعليمات من اخرين، معتمده فقط على رؤيه الشخص صاحب الموهبه وما لديه من معارف، لانه الخيال بتاع اي شخص هو اسير المعرفه بتاعته. يعني انا مش ممكن اتخيل شيء انا ما اعرفش عنه حاجه. من هنا بنقول ان الخيال هو اسير المعرفه، والمعرفه بشكل عام مكانها الذهن. احنا بنمنع في تعليمنا للممثلين استعمال الذهنيه. يعني ايه؟ انا هفترض ان الشخصيه بتعمل كذا وبتعمل كذا، وبعدين واحد يقول لك وانا استبطن هذا الشعور او الاحساس، وبعدين اقول الكلام بقى زي ما يطلع. لا، احنا ما بنوافقش على النوع ده من الذهنيه، لان التمثيل هو فعل حركي، في ناس بتتفرج عليه وتسمعه. طبعا الحركه تشمل الصوت يعني، فلا بد من مراعاة هذا، لا بد من احترام السيد المتفرج. فالذهنية لا مكان لها في الفعل السينمائي. ده نمرة واحد. السؤال بتاع حضرتك، حال السينما المصرية ماله مش عاجبك يعني ولا ايه؟ ما دام في افلام بتنتج وفي دائرة العمل شغالة، خير. اللي أنا عندي مواضيع تانية خاصة بالموضوع، اللي مثلا ما فيش قانون للصناعة مثلا إلى الآن، وده بنصرخ عليه من زمان، بقالنا سنين طويلة. ما فيش اتحاد منتجين، وممنوعون من أن نكون اتحادا للمنتجين. وكان قال لي كده نور الشريف زمان، قال لي بتعمل ايه يا ابني؟ اتحاد منتجين ايه؟ قلت له يا استاذ لازم اتحاد منتجين عشان نظبط العمليه ما تبقاش عشوائيه كده. قال لي ما انا حاولت قبلك بس قالوا لي ممنوع. ممنوع ليه؟ قال عشان انتوا تبع اتحاد الصناعات. قلت له ايه؟ ما كنتش اعرف الحكايه دي، ما كنتش اعرف ان غرفه صناعه السينما تتبع اتحاد الصناعات، وبالتالي فالمنتجين ممنوعون من عمل اتحاد يخصهم. بينما انا اذكر زمان لما راح الاستاذ منيب شافعي رحمه الله عليه وهو كان رئيس الغرفه السينمائيه عشان يطالب بحقوق الفيلم الضائعه في الامريكتين، فقابل رئيس اتحاد المنتجين وقتها كان اسمه جاك فالنتي. فجاك فالنتي قال له هو سيادتك بتشتغل ايه؟ قال له انا رئيس غرفه صناعه السينما. قال له طب وانت جاي تطلب حقوق ليه؟ انا اللي يكلمني رئيس اتحاد منتجين مش حضرتك، ده مش اختصاصك. اختصاص الغرفه ده بتحل مشاكل داخليه جوه الصناعه. انت جاي تسال عن حقوق بأني صفه؟ يعني ليس له صفه، غرفه. ومع ذلك لسه احنا مصرين لغايه دلوقتي. يعني انا عندي قضايا منظوره في الغرفه اللي هي الخبير. يعني انا اختصم مثلا خالد ونروح في المحكمه، فالمحكمه تطلب خبير، وخالد ده عضو في الغرفه، فتطلب خبير من الغرفه. الله
طب ما تشتغل بالعقد الذي هو شريعة المتعاقدين. يقول لك لا، لم يجري في العرف عندنا ان العقد الشرعي، يعني انا كاتب لك بند صريح في العقد وبرضه القاضي يحيلني الى خبير، والخبير يجي من الغرفه عشان يفصل. كلام فارغ طبعا. ينقصنا اتحاد منتجين، ينقصنا قانون لهذه الصناعه. المشاركة في هذه المظاهرة الكبرى اللي هي كلها حب. يعني أنا قاعد مستمتع جدا 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 بكلام كل الزملاء، وكل واحد فتح باب وفتح موضوع كله بيصب في هذه القامة الفنية الكبيرة اللي موجودة بيننا الأستاذ محمود حميدة. أنا لفت نظري حاجة وأنا بتابع وجوده على الشاشات وعلى الأفلام اللي أنا شفتها كلها، كنت بتفرج عليها بحب شديد وبتأمل، بحاول أتأمل سر توهج هذا الممثل على الشاشة. ولفت نظري حاجة هي علاقته بالموسيقى. يعني أنا أتصور أن أداؤه التمثيلي مغلف بنوتة موسيقية، يعني طول الوقت هو حريص على مسألة الإيقاع، ومش الإيقاع بس، لا، التيمبو، سرعة أدائه مع كل جملة بيقولها، استحضاره لآلة موسيقية محددة بتخرج صوت محدد يوصل جملة محددة تصل إلى قلوبنا. فأنا أتصور إن محمود حميدة يملك هذا الحس الموسيقي والإيقاعي والحركي، ويمكن ده كان شيء بالنسبة لي أنا مميز جدا وخاص جدا ومش موجود عند أغلب الممثلين. فيعني أنا بحييك وبشكرك وبشكر أمير أباظة والمهرجان على هذه الدورة العظيمة التي تحمل اسم ممثل كبير له في قلوبنا كل الحب. مساء الخير نجمنا الكبير. طبعا زي ما حضرتك قلت دايما ان في السيد الجمهور هو اللي بيشوف، هو اللي بيقيم، وهو اللي بيحكم، وهو اللي الفنان بيرسم قيمه او بيحط قيمه معينه تحت الضوء، فبالتالي بيبقى مثل اعلى. سمعنا حوار للنجم الكبير رشدي أباظة بيقول انا لما بسلم على محمود المليجي كاني اخدت في ايدي شيك ب1,000,000 جنيه. فايه رايك حضرتك بالكلام ده؟ مين اللي ممكن تقول ان انا لو سلمت عليه من الزملاء على اساس ان حضرتك ممكن تكون بترسي قيمه او من الاساتذه كانك خدت الشيكه ب1,000,000 جنيه ده؟ ما ينفعش دلوقتي ده. مليار. ينفع ايام رشدي الله يرحمه. لا، انا لا اثمن اي فعل اصلا، لان اي عمل لا يقابله مسمى مالي على الاطلاق. نحن فقط نسمي التسمية المالية بناء على احتياجاتنا وتطلعاتنا في الحياة. يعني العيال عايز اوديهم مدارس اجنبية فاعلي اجرتي شوية مثلا، انما مش هي الاسم المالي لما قدمته من عمل. لا يمكن تقابله بالمسمى مالي. وإذا كنت تستطيع أن تسمي ماليا رغيف الخبز الذي يصنعه خباز ماهر يقف أمام النار 12 ساعة عشان حضرتك تتقوت وتكمل الحياة، عايز تسمنه تبقى تقدر تسمن أي حاجة تانية. بعتذر لكل الساده اللي طلبوا الكلمه لانه الوقت فات مر بينا بسرعه. زي ما قلت من البدايه ان احنا في لقاء متفرد متميز مختلف مع فنان يحمل نفس السمات وجينات الابداع. يسعدني في ختام هذه الجلسه ان اقدم للاستاذ محمود حميده تمثال عروس البحر المتوسط رمز الجمعيه.
استاذ محمد عبد العزيز ممكن تشرفنا؟ استاذ محمد. استاذ التورته